مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الصحافة والتي نستهلها من المغرب، وصحيفة المنتخب التي كتبت بالخط العريض بعد الخروج المشرف للمنتخب المغربي من نصف النهائي: دخلتم قلوبنا يا أسود الأطلس. الصحيفة المغربية قالت إن أسود الأطلس لا يلامون على شيء رغم أن الجميع حلم بوضع رجل في نهائي كأس العالم، أفخم حدث كروي في المعمورة. لذلك ترفع قبعة الاحترام لكل العناصر الوطنية وللمدرب وليد الركراكي على الروح التي تم إظهارها. الصحيفة كتبت أنه ورغم الخسارة أمام الفرنسيين أبطال العالم ما زال هناك أمل في مباراة الترتيب لمنافسة الكروات على المركز الثالث، مبينة أن هذا الوقت ليس الوقت المناسب كي تستل السيوف لهدم ما بناه الركراكي في ظرف وجيز، ولم يكون من اللائق انتقاد بعض اللاعبين رغم الأخطاء التي ارتكبت، فهذا الإنجاز الذي تحقق إلى حد الآن يجب الاستفادة منه من أجل البناء عليه دون البحث من كان وراء خسارة المنتخب. كتبت بلسان حال كل المغاربة ما يلي: لكم منا أسمع عبارة التقدير على المجهودات التي قدمتموها بعد أن رفعتم رؤوس العرب والأفارقة عاليا. دائما في المغرب مع أسود الأطلس وعدم تمكنهم من بلوغ الدور النهائي لكأس العالم، حيث كتبت صحيفة الصباح: الملك يجري اتصالا هاتفيا مع مدرب وعميد المنتخب الوطني. الصباح أوضحت أن الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي عقب مباراة الأسود مع المنتخب الفرنسي، حيث خصه بالإضافة إلى اللاعبين ومكونات الفريق بأكمله بإشادة كبيرة لما قدموه من إنجازات متميزة خلال كأس العالم في قطر، متمنيا لهم كامل النجاح. الصحيفة وصلت كتابتها وهي تقول إن ملك المغرب نوه بأداء وليد الركراكي الذي استطاع بعد شهور قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية، وهو الشيء الذي مكنه من تسجيل حضور متميز في هذه التظاهرة وتشريف الشعب المغربي من خلال موهبته النموذجية. الصباح أضافت أن ملك المغرب هاتف أيضا قائد الأسود الأطلس غانم سايس وتمنى له الشفاء العاجل، مثنيا على روحه القيادية رفقة اللاعبين. في الجهة المقابلة عنونت ليكيب الفرنسية صدر صفحتها كاتبة: مبابي البرق الذي أصاب حكيمي، في إشارة إلى الصراع الذي كان بينهما في المباراة رغم صداقتهما القوية. الصحيفة الفرنسية تفرعت في كتابتها بشكل تقني حول تفوق النجم الفرنسي على صديقه وزميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي عندما قالت إن مبابي مر من الجهة اليسرى في أكثر من مناسبة بهدف صنع الفارق وهز الشباك، لكنه لم يكن يشعر بالرضا لعجزه على تحقيق ذلك، إضافة إلى أن ديدي ديشان أحس بأن الجهة اليسرى لا تسير كما يجب، ما جعله يقوم بإدخال ماركوس تورام في هذا الرواق لإعادة مبابي إلى المحور بدلا من أوليفييه جيرو بهدف استعادة السيطرة على المواجهة، وهو الشيء الذي مكن الفرنسيين من تدوين الهدف الثاني والذي كانت بدايته بداية تفوق لمبابي على زميله أشرف حكيمي. أما صحيفة لو باريزيان فنظرت إلى المستقبل القريب على لسان المدرب الفرنسي ديدي ديشان كاتبة: سأفعل كل شيء لأكون أكثر سعادة يوم الأحد، وذلك في معرض كلامه عن مواجهة النهائي أمام الأرجنتين. لو باريزيان قالت إن المدرب الفرنسي أعرب عن فخره وسعادته بعد تأهل الدياكا إلى نهائي البطولة للمرة الثانية تواليا بعد التتويج في روسيا، حيث سيسعى لتكرار الإنجاز والدخول إلى التاريخ من أوسع أبوابه في محاولة غير مسبوقة على مدار 60 عاما. الصحيفة قالت إن ديدي ديشان أوضح أن وصوله إلى النهائي والبحث عن التتويج باللقب ليس من أجله، لأنه ليس هو الشخص الأهم، بل الأهم هو المجموعة والمنتخب، لأن هناك إمكانية للحصول على لقب جديد، وسيحاول أن يبذل قصارى جهده مع طاقمه الفني لتحقيق هذا اللقب يوم الأحد المقبل على استاد لوسيل.
في إسبانيا عنونت صحيفة ماركا: تيو يسقط بوفال، كان على الحكم المكسيكي أن يعلن عن ركلة جزاء. الصحيفة الإسبانية نشرت تصريحا للحكم الإسباني السابق بيري بول، الذي قال عبر راديو ماركا إن الأمر محير، معتبرا أن ركلة الجزاء واضحة. وننهي جولتنا الصحفية بأعين محايدة للمنتخب الفرنسي والمغربي، حيث كتبت دسان الأرجنتين في مواجهة فرنسا في النهائي وميسي في مواجهة مبابي. دسان عادت إلى مواجهة المنتخب الإنجليزي مع نظيره الفرنسي قائلة إن المنتخب الإنجليزي لو عبر إلى مواجهة المغرب على حساب الفرنسيين فإن المنتخب غاريث ساوثغيت لم تكن لديه ضمانات للعبور إلى النهائي أمام هذا المنتخب المغربي الرائع، لأنه في استاد البيت تم اختبار فرنسا إلى أقصى الحدود من قبل أسود الأطلس. مفخرة هذه البطولة ومستعينا بجمهوره الكبير، وهو الشيء الذي لم يكن يقف أمامه المنتخب الإنجليزي لو واجه المغاربة، وكان الفرنسيين الذين نجحوا في الاختبار. إذن كانت هذه أبرز العناوين لصحافة اليوم. إذن كابتن عبد العزيز، أنت رأيت ردود فعل الصحافة العالمية والمغربية حول مواجهة أمس وحتى صحيفة ماركا. نعم، نبدأ بالصحافة المغربية اللي أشادت بأداء المنتخب المغربي رغم الهزيمة، أداء مشرف، وشفنا الظروف اللي جرت فيها المباراة. وأشاد أيضا بالدور اللي يقوم به جلالة الملك محمد السادس في دعم الرياضة في المغرب، دعم المدرب. هو من زكى أيضا تثبيت وليد ركراكي كمدرب، وهذا اختيار صائب واختيار رائع جدا من جهة الملك، لأنه عندما يكون مدرب شاب ويأخذ بزمام المنتخب المغربي، منتخب كبير، لازم يحظى بالثقة وثقة الجميع. ويعني الكل كان يدعم وليد الركراكي لأن هناك دعم أيضا ملكي، واتضح بأنه كان صائب والاختيار كان صائب، ودعمنا له كان صائب، لأن لا تدعم أحد فاشل، تدعم دائما الشخص الناجح المجتهد، وهو كان ناجح طبعا. أولا الدعم الرياضي لم يأتي من فراغ، كان أتى بعد سياسة رياضية ودعم رياضي كبير جدا لتحقيق الأهداف المصدرة. كانت هناك ايضا انشاء اكاديميه محمد السادس اللي اعطتنا 4 لاعبين من ابرز اللاعبين المميزين، نايف عقراد، نصيري، وناحي، العديد من اللاعبين اللي قدموا مستويات رائعه جدا مع المنتخب المغربي. وكانت هناك ايضا دعم للانديه برئيس الجامعه، اللي صحيح ان جلاله الملك يعطي الخطوط العريضه، ولكن من يطبق من ينفذ هو رئيس الاتحاد الكرة، رحيد هو اللي كان أيضا خلف هذا الإنجاز. بعدها نذهب إلى الصحافة الفرنسية اللي صحيح خلصت الصراع الفرنسي المغربي في الملعب على مبابي وحكيمي. لا، كان هناك صراع آخر تفوق فيه المنتخب المغربي. مبابي تفوق في لحظات عندما صعد حكيمي وبدأ يهاجم في الشوط الثاني، لأنه مش ممكن أنك حكيمي يكون مهاجم وجناح وفي نفس الوقت أنه يكون في المرتدات اللي يراقب مبابي تحول كراس حربة بعد خروج جيرو ودخل ماركوس. لماذا؟ لأن ارتأى أن أيضا من كان ممكن يخرج المنتخب الفرنسي من الأزمة هو اللاعبين عندهم السرعة. وصحيح هو ديشون كان محق، لأنه سجل هدف خطأ أيضا، وارتداد الهجوم من الدفاع إلى الهجوم بسرعة، وسجل هدف المنتخب الفرنسي الهدف الثاني. بالنسبة للصحافة الإسبانية أشادت بأداء المنتخب المغربي، وأيضا